عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. متابعين مطبخ أكلات مصرية، أهلا بيكم. وصفة جديدة. تعالوا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. والوصفة دي ايه هقول لكم. أنا معايا هنا حلة فيها مادة دهنية، اللي انت عايزاه سمنة، دهن العجل، زيت على دهن، زيت على سمن، اللي انت عايزاه. معايا بقى بامية مفرزة، والبامية خضرة زي ما هي اهي. ولو عايزة الطريقة ادخلي القناة هتلاقي طريقة تفريز البامية، وتفضل معاكي من السنة للسنة خضرة زي ما هي كده، ومن غير ما تغير لونها ولا تطرى منك ولا اي حاجة. تمام تمام يا ام محمد. ومعايا طماطم زي ما شفتي كده مفرومة. وهنا انا معايا البصلة بقى حطيتها في الحلة على السمنة زي ما شفتوا. وهنزل بقى بالبامية، حمرت البصلة وهنزل بالبامية، هشوحها كده مع البصل وهخليها تدبل بقى مع البصل كده. وفي الاخر هتشوفوا اجمل وصفة واحلى طبخة للبامية. والطريقة دي اللي انا معتمداها على طول في اكل البامية وفي طبخة البامية. تمام يا حبايبي، تمام يا ام محمد. كل سنة وانتم طيبين. أكلات العيد بقى، الفتة والرقاق واللحمة والأكلات الحلوة. بس العيد ده بقى محدش عمل محشي، أنا بقى هبقى أعمل لكم المحشي إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي حاجة أنا بعملها الطريقة في القناة. شوفوا البامية خضرة إزاي، زي ما قلت لكم بتفضل خضرة لآخر السنة معاكي. وهنا بقى أنا سلقت لحمة نص سلقة بس، تمام، نص سلقة. طبعا انتوا عارفين طريقة سلق اللحمة، وانا برضو مدليها في القناة. وكل زي ما قلت لك اي طبخة بعملها بتكون تفريزات، اي حاجة بتكون في القناة. خلاص قلبت اللحمة مع البامية كده مع البصل وخدوا تسبكوا مع بعض. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي، هسيبها بقى لما تسيح خالص اهي. هنزل بقى بالفلفل، فلفل اسود وكمون، وهنظبط طبعا الملح بتاعنا. تمام تمام يا ام محمد. وهنا بقى انا نزلت باللحمه نص سلقه ليه؟ عشان هتكمل سواها مع الباميه. هندخلها الفرن ويكملوا سوا مع بعض. وهنقلب الكلام ده كله. وطبعا مش هسيبها بقى تخينه كده طبعا، عشان انا هحطها في الطواجن زي ما شفتوا في اول الفيديو. هنزل عليها بقى بميه سخنه، ميه بتغلي اهو، او شوربه، ده او ده المتوفر عندك، مفيش اي مشكله. وعندي بقى الطواجن انا سخنتها في الفرن طبعا. شايفين لما بحط فيها بقى الباميه بتشكشك اهيت وبتقلب كده منها فيها اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده بتبقبق كده. لما تكون سخنه، لازم تكون سخنه، تولعي الفرن وتحطيها 5 دقايق تسخن، وتحطي فيها الباميه بتاعتك بقى واي اكله هتعمليها، هتديكي ريحه خطيره. اجمل اكل بصراحه اكل الطواجن ده جميل. والحلل الألمونيا، يعني الطواجن والحلل الألمونيا بيدوا طعم للأكل. شوفوا بقى بتطش ازاي البامية، بتطش في الطاجن عشان انا مسخناه زي ما قلت. هعمل بقى الطواجن الصغيرة دي وهعمل الطاجن الكبير ده وشمي بقى الريحة جميلة، ريحة تحفة بجد يا جماعة. وهنا انا دخلتهم الفرن، وزي ما انت شايفة الجمال والحلاوة. اتفضلوا معانا. ولو وصلتي بقى هنا للفيديو حطي لايك وحطي شير وحطي لي بقى كده كومنت حلو منك كده. بستنى كومنتاتكم وكلامكم الجميل اللي انتوا بتقولوه. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامه.